كان يا ما كان في قرية صغيرة وادعة، كانت تعيش فتاة ذكية اسمها دينا. كانت دينا معروفة بذكائها وقدرتها على حل المشاكل، لكن كان لديها سر صغير. كانت تستخدم الكذبات البيضاء كأداة يومية، معتقدة أنها لا تؤذي أحداً. كانت تكذب لتجعل جارها العجوز يبتسم، أو لتنقذ صديقتها من موقف محرج. كانت تقول لنفسها إنها مجرد كلمات، ما الضرر فيها؟ في أحد الأيام المشمسة، بينما كانت دينا تلعب بالكرة بالقرب من منزل جارتها السيدة فاطمة، حدث ما لم يكن في الحسبان. الكرة طارت وارتطمت بمزهرية عتيقة وثمينة كانت تزين شرفة المنزل، وتحطمت إلى قطع صغيرة. تجمدت دينا في مكانها وقلبها يخفق من الخوف. في تلك اللحظة خرجت السيدة فاطمة على صوت التحطم، ورأت المزهرية مكسورة. قبل أن تتمالك دينة نفسها، مر أمين الفتى الهادئ واللطيف من أمام المنزل. في لحظة من الذعر وبدون تفكير أشارت دينا إلى أمين وقالت: لقد كان هو، رأيته يركض. كانت الكذبة سريعة وسهلة، لكنها كانت بداية لكابوس طويل. السيدة فاطمة التي كانت تثق في دينا صدقت القصة على الفور ووبخت أمين بقسوة. انتشر الخبر في القرية كالنار في الهشيم. بدأ الناس ينظرون إلى أمين نظرات غريبة، والأطفال توقفوا عن اللعب معه. أصبح أمين معزولاً وحيداً، يمشي في شوارع القرية ورأسه منحنٍ. أما دينا فكانت تراقب كل هذا من بعيد، وشعور بالذنب ينهش قلبها. لم تعد تنام جيداً، وكانت صورة أمين الحزينة تطاردها في أحلامها. أدركت أن كذبتها الصغيرة لم تكن بريئة على الإطلاق، بل تحولت إلى سهم سام أصاب شخصاً بريئاً. بعد أسابيع من العذاب الداخلي، لم تعد دينا قادرة على التحمل. في يوم السوق الأسبوعي، حيث كان معظم أهل القرية مجتمعين، وقفت دينا على منصة خشبية صغيرة في وسط الساحة. بصوت يرتجف وعيون مليئة بالدموع اعترفت بكل شيء. شرحت كيف كسرت المزهرية، وكيف ألصقت التهمة بأمين بسبب خوفها. ساد صمت رهيب في الساحة، ثم تحول إلى همسات. نظرت دينا إلى أمين الذي كان يقف في الحشد، ورأت في عينيه مزيجاً من الألم والارتياح. تعلمت دينا درساً لن تنساه أبداً، أن الثقة كالزجاج، إذا انكسرت قد يكون من الصعب جداً إصلاحها، وأن الصدق مهما كان صعباً هو دائماً الطريق الصحيح.